ركز معايا ركز معايا. دلوقتي الاهلاويه بيقارنوا ما بين وسام ابو علي وزيزو. تعال اقول لك عشان محدش يستغفلك. وسام ابو علي هو لاعبا في النادي الاهلي، له عقد ممتد لمده سنتين او سنتين ونص تقريبا. اتمرد على النادي الاهلي، اتمرد، مش عايز يتمرن، مش عايز يلعب في النادي، عنده عقد وغصب عن عين النادي الاهلي. الاهلي وافق على العرض غصب عن عين النادي الاهلي. الاهلي مش عايز يبيعه، اللاعب نفذ كلامه على النادي الاهلي. وبعد ما سوري يعني استهفأ النادي الاهلي، قالوا له والنبي اعمل لنا فيديو كده علشان نضحك بيه على جمهورنا الغلبان، عشان جمهورنا دايما مصدق ان احنا فوق، ما ينفعش حد يعمل معانا كده. اما زيزو هو انقطع عن التمرين ورجع التمرين خوفا من العقوبات او خوفا معرفش من ايه. زيزو عقده مع الزمالك انتهى، الزمالك ملوش سلطة عليه. زيزو كان عايز يلعب نهائي الكاس، عشان كده ايه يستعطف الجماهير، ونادي الزمالك هو اللي رفض ومشي، ولا ضحك علينا بكلمتين، ولا احنا عملنا اي حاجة ولا اي حاجة. ده بالعكس هو اللي كل شوية بينزل ستوري بيبين ان هو مهزوز من جمهور الزمالك. لايك وجهة نظركم في الكومنتات، شير مهم جدا الفيديو، فولو او متابعة مهم جدا لما تشوفني. سلام.